النادي الأهلي هيدوس على الكل ومش هيسيب فرصة وهياخد الدوري. اسمع كلامي للآخر عشان في الآخر هقول خبر الناس كلها هتتفاجئ منه. أقسم بالله النادي الأهلي بدأ ماتش سموحة رايح جاي وبعدين جاب الجون وبعدين سموحة تعادل بفعل فاعل اللي هو يوسف بالعمري غلط فيها، وكمان في الآخر محمد طاهر حط جون جامد جدا. المفروض بقى امام عاشور يريح على الدكه هو وزيزو عشان مستواهم في النازل. اقسم بالله مستواهم في النازل من ساعه امام لما ما حضرش الماتش وقال لك انا مش هسافر والكلام ده. من ساعتها امام بره الخدمه اقسم بالله. وجمهور الاهلي عمل ملحمه جامده جدا في الماتش ولازم نحيي الجمهور اللي هو عمله. بس الاهلي مش هيسيب الفرصه دي وهيدوس على الفرق الجايه وهيكسب الماتشات كلها الجايه، وبنسبه 80% هياخد الدوري. وبالذات جمهور النادي الاهلي ان هو واقف وراه ومش هيسيبه في الازمه دي. اقسم بالله العظيم عشان جمهور الاهلي ده واعي للي بيحصل للنادي الاهلي من مؤامرات والكلام ده من ساعه ماتش سيراميكا والحكام واللي مش حكام والكلام ده. وكمان في حاجه مهمه جدا حابب اقولها لكم، ان النادي الاهلي يعني رغم التخبطات اللي فيه، بس لما بيبقى فيه تحدي لعيبة الأهلي وجمهور الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي بتبقى واقفة ورا النادي الأهلي. بعيد عن إن إحنا معانا واحد سباك اسمه ياستروب مش فاهم في أي حاجة في أي حاجة، وواقف على الخط ملوش رياكشن. حتى لما كنا متعادلين مفيش رياكشن خالص ولا جمل ولا أي حاجة، واقف بس على الخط منظر. بس اللعيبة هي اللي عملت بجهدها وهجمت بجهدها. لازم الراجل ده يمشي بعد نهاية الموسم بأي طريقة. هو المفروض يمشي قبل ال6 ماتشات بس لازم يمشي. واحنا معانا راجل محترم جدا اسمه سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ لما مسك مدير كورة قبل كده انا قلت الاهلي هيبقى كويس جدا، واتفاجئت زي ما الناس كلها اتفاجئت ان هو مشي من منصب مدير الكورة. بس هو رجع تاني والنادي الاهلي ان شاء الله هيظبط. والنهارده سيد عبد الحفيظ عمل جلسة وراح عشان يسمع جلسة استماع للفار في اتحاد الكورة، واتحاد الكورة مرضيش يقابله والجلسة اتلغت. ليه اتحاد الكورة عمل كده؟ عشان اتحاد الكورة متأكد ان هو غلطان، علشان في تلاعب في الفار وتسجيلات الفار اتلعبوا فيها. عشان كده ما كانش عايزين محدش يمسك عليهم غلطة. بس سيد عبد الحفيظ اقسم بالله ذكر وان هو عارفهم وان هو وقع رئيس لجنة الحكام في كام سؤال كده، قال له مين احسن حكم ومين لعب كام ماتش. رئيس لجنة الحكام معرفش يجاوب قدام سيد عبد الحفيظ، عشان سيد عبد الحفيظ اقسم بالله واحد ذكر وفاهم هو بيقول ايه. وكمان الدوري الانجليزي مانشستر سيتي مش هيسيب الدوري لما ياخده. ارسنال عمال يخسر والكلام ده، بس السيتي النهارده كسب تشيلسي 3-0. والماتش الجاي يوم الاحد السيتي والارسنال هيحدد لقب الدوري الانجليزي. والسيتي يعني الناس عارفاه ان هو في اخر ماتشاته بيبقى نفسه جامد جدا وكويس وبيكسب الماتشات الاخيره وبيحدد بطل الدوري. مانشستر سيتي ممكن يعملها، اقسم بالله ممكن يعملها، مفيش مقياس عشان مانشستر سيتي فريق كبير والارسنال لازم يكسب.